بعد 50 سنة يأتي إدريس، جاء إلى تلمسان ورفضوه من طرف الأمازيغ تلمسان، وذهب إلى طنجة ورفض. وهناك شيء لا يقال حول إدريس في التاريخ الرسمي ولا يقوله الناس، ولكن ينبغي الناس أن يعرفوه، وهو أنه قد جاء 20 سنة قبل هذا التاريخ مع أخيه محمد ليقوم بالدعوة لأخيه محمد، وفشل في الدعوة وعاد إلى الشرق ولم يقبلهما الناس. عاد إدريس إلى المغرب هاربا من العباسيين الذين قتلوا شر قتلى آل البيت من العلويين في معركة فخ أو فج، يعني هناك روايتان. هذه المعركة كان القصد منها إبادة آل البيت العلويين، ولكن هرب منها إدريس ونجا، ولكنه رفض مرة أخرى في الجزائر ورفض في طنجة، فجاء إلى أوربا. لماذا جاء إلى أوربا؟ هذا أيضا شيء يخفيه المغاربة ولا يقولونه. لماذا؟ لأن أهل أوربا كانوا متشيعين لآل البيت، والمغاربة يخفون ذلك لأنهم يعتقدون، وهذا خطأ في رأيي، بأن هذا يعطي جذور للتشيع في التاريخية، جذور تاريخية في المغرب.